الله 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 في شو يا نواف، في شو يا نواف، في شو يا نواف. السعودية تحقق معجزة كروية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. السعودية تبدع وتمتع وتقنع وتنتصر ولا تنكسر أمام التانغو الأرجنتيني. السعودية توقف سلسلة انتصارات الأرجنتين وسلسلة اللاهزمة اللي امتدت منذ سنة 2019. ميسي لم يعد ذلك البعبع المخيف أمام دفاعات إيطاليا. السعودية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أي لاعبين، أي روح، أي قتالية، أي غرينتا، أي مدرب، أي تكتيك، أي هجوم، أي دفاع، أي خط وسط. يعني منتخب سعودي اليوم عطانا درس في كرة القدم، عطانا درس بأن الكرة إلا احترمتيها غادي تحترمك، بأن الكرة إلا عطيتيها غادي تعطيك. منتخب سعودي قوي وقوي جدا، لعب بالقلب ولعب بالعقل واستطاع على أنه يحقق انتصار ولا في الأحلام لا أحد كان يراهن على المنتخب السعودي. الكل كان يرشح المنتخب الأرجنتيني للفوز بكل سهولة في مباراته أمام السعودية، بل الكل يتساءل كم هو عدد الأهداف التي ستسجلها الأرجنتين في مرمى السعودية. البعض قال 6 أهداف، الآخرون قالوا 7 أهداف، وآخرون قالوا 8 أهداف. لكن السعودية رجال ومن لا رجال، أقوياء ومن لا أقوياء. السعودية لاعبين يعني كلهم أو جلهم يلعبون في الدوري السعودي. وهنا رسالة لمن يقولون على أن الدوري السعودي دوري ضعيف، لمن يقول على أن حمد الله يلعب فقط في الدوري السعودي ولا يستحق أن تكون له مكانة في الدوري المغربي. الدوري السعودي اليوم أعطانا منتخب قوي، حقق إنجاز، بل حقق ملحمة تاريخية سيشهد لها التاريخ وسيذكرها العرب والسعوديين لسنوات وسنوات طويلة. أول منتخب عربي يحقق الفوز على منتخب الأرجنتين في كأس العالم. نبغي نقول برافو للمنتخب السعودي على هذه القتالية، على هذه الرجولة داخل قاعة الميدان، وبرافو كذلك تحية تقدير وإعجاب وثناء واحترام المدرب الكبير الثعلب الفرنسي هيرفي رونار. انتقادات كبيرة كانت تلقاها هنا في المغرب من طرف إعلاميين شككوا في إمكانيات هذا المدرب الرائع، لكن اليوم هيرفي رونار يثبت على أنه مدرب عالمي، على أنه مدرب من طينة الكبار، على أنه مدرب يعرف من أين تؤكل الكتف، وعلى أنه مدرب يعرف كيف يدرس الخصوم، وعلى أنه مدرب يعرف أيضا كيف يحفز اللاعبين. عمري شخصيا ما شفت منتخب سعودي بهذا الروح، عمري شخصيا ما شفت منتخب سعودي بهذا التنظيم التكتيكي المحكم. يعني أنك الأرجنتين تمنعها من تسجيل 4 أهداف محققة عن طريق التسلل. في الاسم ديالك خصو يكون هو هيرفي رونار. طلع البلوك، لعب بلوك او، ما لعبش بلوك متاخر، ما عطاش المجال للارجنتين باش يضغطوا في المناطق المنتخب السعودي. بالتالي هيرفي رونار يمكن لي نقول على انه السبب رقم 1 في هذه الملحمه التاريخيه للمنتخب السعودي. هيرفي رونار يثبت مره اخرى على جدارته، على كفاءته، وعلى انه مدرب يقام له ويقعد. ومنتخب السعودي صراحه شرف العرب، شرف كل السعوديين. والمنتخب السعودي ايضا بهذا الانتصار يوجه رسائل شديدة اللهجة لباقي المنتخبات العربية على أنه المستحيل ليس عربيا، وكل شيء ممكن في مونديال قطر 2022 إلى أمنا بنفوسنا، إلى تقنا في الإمكانيات اللي عندنا، إلى لعبنا الكرة هجومية ما ركبناش للخلف وما احترمناش الخصوم بشكل مبالغ فيه. المستحيل ليس عربيا، وبإمكان كل المنتخبات العربية أن تحقق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم قطر 2022. برافو مرة أخرى المنتخب السعودي اللي خالف كل التوقعات أنك تنتصر على منتخب أرجنتيني بطل كوبا أمريكا وفي آخر ديال ليونيل ميسي. والكل كان يراهن على ان الارجنتين رقم 1 ولا زال هو المرشح رقم 1 للفوز بكاس العالم قطر 2022 وتنتصر عليه بكل النجوم اللي عنده في مباراته الاولى في كاس العالم بمنتخب سعودي. جوج لاعبين ينشطون في الدوري السعودي. يعني يمكن لي نقول على انه اليوم هيرفي رونار بالفعل حقق معجزه كرويه بامتياز وبكل ما تحمل الكلمه من معنى. وبالتالي يمكن لي نقول على ان هذا اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ كره القدم السعوديه والعربيه. هنيئا لكل الاشقاء السعوديين على هذه الملحمه التاريخيه، هنيئا لكل العرب بهذا الانتصار التاريخي على منتخب الارجنتين. اللي مازال ما اشتركش في القناه هذا هو الوقت باش يشترك، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.